السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة يا شباب بإذن الله هعرفكم ازاي تعملوا قناة على التليجرام احترافية، وهشرح لكم جميع الإعدادات بتاعة القناة من الصفر إلى الاحتراف بإذن الله. بس أتمنى منكم قبل ما أبدأ في الشرح تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمات كتير يلا نبدأ في الشرح. اول حاجه ما هنروح على التليجرام، وبعد كده طبعا انا ما عنديش قنوات دلوقتي، فهدوس على علامه القلم اللي تحت وهدوس قناه جديده، وهسمي القناه باسم مثلا وليكن هسميها حسام. ولو عاوز تضيف ليها صوره هتضيف من العلامه دي، بس انا مش هضيف صوره. وهنا هتكتب الوصف بتاعك اي شيء طبعا، وتروح دايس على علامة الصح. بعد كده هيقول لك قناة عامة وقناة خاصة. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم بالتفصيل يا جماعة. القناة العامة انت مجرد ما بتعمل لها لينك مثلا زي كده كمثال، اي احد في الدنيا عنده تليجرام ويروح يكتب في البحث زد اكس اي او 7 اي هتروح ظاهره له قناتك مباشره. انما القناه الخاصه لازم يكون معاه اللينك ده علشان يقدر يدخل. تمام؟ يعني مستحيل شخص يدخل للقناه بتاعتك بدون علمك، هيكون معاه اللينك ده. تمام؟ وتقدر طبعا تعمل له رمز كيو ار زي ما انت عاوز، وتبعته لاي شخص يعني عنده تليجرام. اوكي؟ انا مثلا وليكن هعملها قناه عامه، واروح دايس على علامه الصح. وهنا هيقول لي عاوز تضيف حد من عندك، انا هقول له مثلا ما عنديش حد اصلا. هتروح دايس على العلامه دي كده هتلاقي القناه اتعملت. طبعا هنشرح الاعدادات الاول كلها. هندوس كده هتلاقي الرابط اهو والوصف. تمام؟ وهتلاقي هنا عدد المشتركين عندك، وهنا المشرفين لو عاوز تضيف مشرف معاك تقدر تضيف. وهنا لو دوسنا على علامة القلم هنلاقي برضو الاسم تقدر تعدله، والصورة والوصف، ونوع القناة اللي كان من شوية. وفي حاجة هنا اسمها توقيع الرسائل، هعرفكم الفرق دلوقتي. مثلا انا كتبت صلوا على النبي كمثال. دلوقتي محدش يعرف مين اللي نشر ده، المهم انه قناة اسمها حسام نشرت الكلام ده. بصوا لما نشغلوا توقيع الرسائل، بصوا هلا، شايفين يا جماعة اسم الحساب بتاعي بقى يتكتب من تحت اهو يا جماعة، انما هنا ما كانش فيه اسم. طيب دي هتفيدك في ايه؟ هتفيدك لو انتوا كذا مشرف مع بعض وعاوزين تعرفوا الناس مين اللي بينشر في القناة حاليا، حسام ولا احمد ولا علي. انما لو انت واحد بس براحتك برضو. تمام؟ انا هطفيها. طيب في حاجة اسمها التفاعلات، لو دوست عليها بتجيب لك التفاعلات اللي الناس تقدر تتفاعل معها مع الرسائل بتاعتك. ولكن كمثال انا فعلت دول، وهرجع هدوس على علامة الصح. اي حد هيقدر يدوس على رسالة يا جماعة هيفضل يقدر يديها التفاعل اللي هو عايزه. طبعا تقدر تلغي منهم زي ما انت عاوز وتفعل منهم زي ما انت عاوز. هم حوالي 73 رياكت، تقدر انت تشغل اللي انت عايزه وتطفي اللي انت عايزه. ممكن تلغيهم خالص من هنا. تمام؟ بعد كده جه مع المشرفون، لو عاوز تضيف مشرف معاك في القناة هتدوس إضافة مشرف، وتبحث عنه مثلا هنا بس يكون قاعد في القناة يعني. لو مش قاعد هتضيفه الأول ما يكون كمثال زي ده. هتديه مثلا صلاحيات زي دي وتروح مديله إضافة مشرف. جدد لو عاوز تنقل له الملكية هتروح مديها له. لو مثلا مش عاوزه غير ينشر رسائل فقط لا غير، هتروح منع عنه ده كله، ما تدوش غير الصلاحية دي. مثلا عاوزه يعدل في الرسائل بس، هتروح مديه المهمة دي. شوف انت عاوزه ايه بالظبط واديله. تمام؟ وهنا هتلاقي جميع المستخدمين اللي انت حذرتهم، او لو عاوز تحذر شخص هتدوس حذر مستخدم وتبحث عنه وتروح حاذره من القناة. تمام؟ وهنا اخر الاحداث هتلاقي، بص من اول ما عملت القناة بيقول لك اول حاجة غير الرابط مين حسام، فعل التوقيع، غير التفاعلات، عطل التوقيع، غير التفاعلات. يعني بص هيجيب لك كل الاحداث اللي بتحصل في القناة من وراك لو انتم مشرفين كثير يعني. تمام؟ هنرجع كده. طبعا مثلا دلوقتي نفترض انت عاوز تبعت رساله يا جماعه وعاوزها تتبعت صمت المشتركين، يعني ما يوصل لهمش اشعار صوت. هتدوس على العلامه دي وتروح بعت لهم الكلام اللي انت عايزه. كده الرساله دي يا جماعه لما توصل للناس مش هيجي لها صوت، يعني هو لو مفعل اشعارات مش هيجي له صوت، تروح له صامته. تمام؟ كده لو بعت له هيجي له صوت. طيب لو انت عاوز تبعت رساله في وقت معين، مثلا انت دلوقتي هتنام، انت مثلا بتنام كل يوم الساعه 10 وعاوز تبعت رساله الساعه 12 ضروري، بس مش عاوز تسهر يعني. فهتكتب الرساله، وهتروح جاي كده دايس على العلامة دي دوسة مطولة، وتروح دايس جدولة الرسالة. أنا مثلا دلوقتي الساعة 6 اللي هي 18. تمام؟ 18 كده 7 8 9 10 11، كده 11 خالص أهو. كده الساعة 12 بالظبط يا جماعة أهي. هتروح دايس إرسالها اليوم أهو، جابها لك الساعة 11 بالظبط. تمام؟ تقدر انت طبعا تبعت رسائل تاني هنا وتروح دايس على العلامة دي، ومثلا تخليها يوم الجمعة اللي جاية. تفضل تبعت في الرسائل زي كده اهو، تعمل لها جدولة وهي تتنشر وحدها من غير اي تدخل منك. طبعا والزرار ده عشان تسجل بيه ريكوردات لو عاوز تسجل ريكوردات، ولو عاوز تسجل فيديو هتدوس عليه دوسة مطولة زي كده، مش مطولة، دوسة خفيفة على السريع. ولو عاوز تبعت صورة هتبعت من هنا.
عاوز تبعت استيكرات هتبعت برضو من هنا يا جماعة اهو، زي ما انت شايف بسهولة جدا. تمام. وتقدر برضو تبدأ بث مباشر في القناة، تدوس على الثلاث نقط وتدوس بدء بث مباشر وتعمل بث مباشر فيها. تقدر تفعل الحذف التلقائي اللي هو كل يوم الرسائل تتحذف اللي انت نشرتها بسهولة جدا. طبعا لو عاوز تعمل مناقشة، اللي هو مثلا اول ما تكتب بوست انت يتكتب تحته كتاب التعليق، هتروح عامل جروب وبعد كده تدوس على كلمة المناقشات وتروح دايس على، يعني مثلا اهو دردشة دينية كمثال، هدوس ربط كده ربطته، هرجع هكتب اي بوست هنا، شايفين جاب لي كتاب التعليق. دلوقتي اقدر اكتب تعليق يا جماعة بسهولة جدا في الجروب اللي انا ربطته اهو. بصوا اهو، اي بوست هتكتبه من دلوقتي هتلاقي كتاب التعليق. طيب التعليق هيروح فين؟ هيروح في الجروب اللي انت عملته من شوي اهو، بسهولة جدا اهو. حتى بيجيب لك تعليق واحد هنا اهو، تعليقان زي ما انت شايف. بس وبكده يكون شرح النهاردة انتهى. اتمنى يا رب يكون افادكم. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.